J'ai été frappée, j'ai été violée. C'est juste pas possible pour moi. فيما يقضي الفنان المغربي سعد المجرد عقوبته في أحد سجون باريس، استعاد ناشطون فيديو نشرته ضحيته لورا بريول، وهي تروي تفاصيل في فيديو مدته 15 دقيقة عبر قناتها على يوتيوب، حيث نشرت لورا بريول صورا تظهر آثار تعرضها للاغتصاب من قبل سعد المجرد. Je n'arrivais rien à faire, rien du tout. Il était vraiment trop fort pour moi. وأشارت لورا بريول الفتاة الفرنسية أن المجرد تعامل معها بأسلوب متوحش وقام بتعنيفها، إلا أنها حاولت مرارا الهرب من الفنان المغربي والاستنجاد من المتواجدين بالفندق، لكن أحدا لم يسمعها في البداية، ما جعلها تقع ضحية اغتصاب. وقد أظهرت الصور والمقاطع إصابة لورا بلكمة في الوجه وعضة بالظهر، وكانت ملابسها ممزقة. Pas vraiment compris ce qui se passait sur le moment parce que dans ma tête tout était beau et tout se passait bien. وتابعت لورا بالفيديو على أن المجرد كان لطيفا في البداية معها، وأنها قضت معه ليلة رائعة قبل أن يتهجم عليها ويغتصبها. ثم قالت لورا أنها ذهبت مع الفنان المغربي إلى ملهى ليلي، ولكن في طريقهما وجدت سيارة أخرى توقفت بجانبهما، وتحدث سعد المجرد مع من فيها باللغة العربية ولم تفهم شيئا مما قاله. وأشارت ضحية سعد المجرد إلى أنها انتقلت معه إلى الفندق لاستكمال سهرتهما برفقة شاب وفتاة أخرى، لكن الشاب والفتاة غادرا، فاقترح المجرد على لورا أن يستكمل سهرته معها في الغرفة. Vraiment très gentil, à m'inviter à sa table, à boire un verre, etc. Je ne buvais que de l'eau. Lui, il buvait de l'alcool, beaucoup d'alcool. وأضافت لورا أنها وافقت على استكمال سهرتها مع سعد المجرد، وحين صعدت معه بدأ السهرة بالرقص، ثم حاول التقرب منها فصدته، فقام بضربها وتعنيفها واغتصابها. وبعد انتهاء المجرد من الاغتصاب قالت لورا أنها انهارت وصرخت في وجهه: أنت وحش. هذه العبارة جعلت المجرد يثور، فحاول التعدي عليها بالاغتصاب مرة أخرى، لكن لورا استطاعت أن تصده هذه المرة وملأت المكان بالصراخ وتمكنت من مغادرة الغرفة. وكما أوضحت لورا أنها لجأت إلى عمال الفندق الذين ساعدوها، وكما أكدت لورا أنها قامت على الفور باستدعاء رجال الشرطة لتحرير محضرا وإثبات الحالة. Que c'était un monstre. Il m'a poussé violemment sur le lit et a arraché mon vêtement qui était vraiment tout arraché. J'étais وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن ل7 سنوات بحق سعد المجرد 37 عاما بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة تدعى لورا بريول، كانت في 21 من عمرها في أثناء الحادثة التي وقعت ليلة 25 و26 أكتوبر 2016 في فندق بباريس بعد اجتماعهم في ملهى ليلي. واعتبر محامي سعد المجرد جان مارك فيديدان أن الحكم الذي صدر عن المحكمة في باريس بحق موكله مثير للدهشة وصدر دون أي دليل أو عنصر طبي.